اكيد دائما انا داعم للشباب. نبي تصريح عن شيء برمضان. بلش تصوير في مسلسل مع داود حسين. يحسون ان هالمجال كلها واسطات. انا حاسب معاناتهم. في تقديمك المسرحيه اللي الكل استانس فيها وضحكنا. يعطيك العافيه، نورتنا اليوم بمصر. حبيبي سعيدين جدا في تواجدك معنا اليوم وفي تقديمك المسرحيه اللي الكل استانس فيها وضحكنا. نبي نعرف شنو رسالتك من تواجدك اليوم في هذا المؤتمر؟ شيء رسالتي هي دعم الطلبه المغتربين عن الكويت. اخواني الطلبه ومعاناتهم انا حاسب معاناتهم، لان انا دشيت في هذه المعاناه مع اخوي اللي اصغر مني، فانا داعم كبير للطلبه خارج الكويت باللي يحتاجونه احنا بالشوفه. عارف الظروف اللي قاعد تحوشهم هني، عارف ايش كثر هم قاعد يتعبون عشان ياخذون شهادتهم، عارف ايش كثر قاعد يصرفون عشان ياخذون شهادتهم، عارف ايش كثر الظروف قاعد تعاكسهم، عارف ايش كثر امور قاعد تعطلهم، يعني امور مثل ما نقول روتينيه قاعد تعطلهم. فاقول لهم الله يوفقكم، وعسى الله ان شاء الله تفرحون اهلكم، ترفعون راسهم بيبتكم للشهاده ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نشوفك شيء باستمرار داعم للشباب. اكيد دائما انا داعم للشباب، اخواني وحبايبي واهلي ما يحتاج. حبيبي. نبي تصريح عن شيء برمضان، في شيء قاعدين تحضرونه الحين؟ انا خلصت مسلسل اسمه منزل 12 مع الفنان الكبير سعد الفري، هذا ان شاء الله راح ينعرض برمضان، وحاليا بس ارجع الكويت ان شاء الله، باكر نبلش تصوير في مسلسل مع داود حسين ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله. الله يحفظك حبيبي. زين. أيوة. في شباب وايد يحبون التمثيل. نعم. بس يحسون ان هالمجال كلها واسطات. لا مو صحيح، مو صحيح. هو في واسطات المجال، ما في مكان بالحياه ما في واسطات. صحيح. لكن بالتالي الزين يفرض نفسه، واللي عنده كفاءه يفرض نفسه، واللي عنده موهبه يفرض نفسه. الموهبه اهم شيء في هذا المجال. إذا عندك موهبة راح تنجح، ما عندك موهبة راح تختفي. صحيح. يعطيك العافية. الله يعافيك. سعدت بشوفك. خليك على هالفيديوهات.